وقد جاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا: يا رسول الله، كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له بها 1000 حسنة أو يحط عنه بها 1000 خطيئة. مجرد أنك تقول سبحان الله وأنت قائم أو قاعد أو مضطجع تسبح 100 تسبيحة تكسب بها 1000 حسنة. كم تأخذ من الوقت ومن الجهد؟ لو قلت سبحان الله 100 مرة كم تأخذ من الوقت وكم تأخذ من الجهد فتكسب بها 1000 حسنة؟ فكيف إذا قلتها أكثر من 100 مرة؟ إذا قلتها 200 مرة 2000 حسنة، 300 مرة 3000 حسنة، وهكذا. فينبغي أن يحرص المسلم على هذا الذكر، وأن يكون لسانه رطبا بذكر الله عز وجل.